خلاص دلوقتي بس اقدر اقول لك ان رسميا وسام ابو علي خارج النادي الاهلي. كل القصه اللي كانت بتحصل في الايام اللي فاتت وحوار ان النادي الاهلي كان هيقفل على وسام ومش هيخليه ان هو يمشي ويقفل عليه ويقعده دكه والكلام ده كله خلاص انتهى. وسام رسميا هيروح امريكا وهيدفع فيه حوالي 9 مليون دولار. وعلى فكره انا مع القرار ده، قرار كويس. وسام كان هيفيدك في المرحله اللي جايه، ولكن هو اللاعب اختار ان هو يمشي. وتعالى اقول لك على النادي الاهلي جاب وسام بكام. وسام ابو علي النادي الاهلي دفع فيه بس مليون و700 الف دولار. فان انت تجيبه وتستفاد منه على المستوى التهديفي، يقدم لك مستويات كويسه، وتيجي بعد كده تبيعه بحوالي 9 مليون دولار مع 15% من اعاده البيع بعد كده. فانا شايف ان ده مكسب للنادي الاهلي. خساره للنادي الاهلي ان انت خسرت وسام، خسرت مهاجم مش سهل ان انت تعوضه. لازم نبقى متفقين على كده. ولكن ان انت تبيع وسام بالرقم ده اللي انت حطيته، وان انت كنادي اهلي تقدر ان انت تسيطر وتقول كلمتك وتكون الغلبة ليك في النهاية، واللي انت تقوله هو اللي يتنفذ، فلا شابوه بجد لإدارة النادي الاهلي، وشابوه لحتة ان انت ما خلتش لاعب زي وسام يعرف يلوي دراعك. علشان بعد كده اي لاعب لما يفكر ان هو يعمل زي وسام يبقى عارف ان اداره النادي الاهلي ممكن تاخد قرار بان انا اجمدك واخليك دكه وانزلك تلعب مع ناشئين عادي، ومش هتعرف ان انت تجيب لي وكيل او تخلي لي هنا بيان وهنا بيان فتلوي دراعي فتمشي. لا، النادي الاهلي اخذ القرار في الموضوع ده ان وسام مش هيتباع باقل من 10 مليون، وبعد كده نزلت ل 9 مليون، ودلوقتي خلاص كل الاخبار بتاكد ان هيدفع في وسام حوالي 9 مليون دولار. مبلغ كويس، رقم كويس، قادر النادي الاهلي ان هو يجيب بيه 2 و3 لعيبه سوبر. انت بتتكلم ان انت هنا العين بس اللي تجيب، قادر انك تجيب وسام و2 و3 كمان. ليه لا؟ انت اللي عملت وسام محدش كان يعرفه. ولكن في الاخر دايما بنقول ان ما بقاش في حاجه اسمها انتماء. دلوقتي ما بقاش في حاجه اسمها انتماء، في ان اي لاعب دلوقتي بقى بيبص لمستقبله، بقى بيبص للفلوس اكتر. فانا ممكن يكون وسام استعجل شويه واخد القرار ده بشكل خلاه قدامنا شكله مش حلو، ولكن هو من حقه ان هو يعمل اللي هو عايزه. والنادي الاهلي قال كلمته في الاخر اتنفذت. وسام خارج النادي الاهلي، وسام هيمشي وهيدفع فيه 9 مليون دولار.